السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 99 يوماً على انطلاق البطولة، 3 عوامل ترشح الخضر للفوز بكأس إفريقيا المقبلة. لنتابع التفاصيل واضغط لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. إذن انطلق العد التنازلي لبطولة إفريقيا المقرر إقامتها في دولة كوت ديفوار خلال شهر جانفي المقبل. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد نشر يوم أمس الخميس تغريدة على صفحته في تويتر بعد بقاء 100 يوم على انطلاق الحدث. ونستعرض في هذا المقال أبرز العوامل التي ترشح المنتخب الوطني الجزائري للتتويج باللقب. أولاً، الخبرة. اكتسب العديد من لاعبي الخضر للخبرة اللازمة بعد كان كوت ديفوار، إذ سيكون عامل الخبرة أحد أبرز العوامل التي ستساعد اللاعبين في تسيير المباريات خلال البطولة. ثانياً، تعزيز صفوف المنتخب. انضم للمنتخب الوطني الجزائري العديد من اللاعبين في صورة عوار شايبي، بوعناني، غويري، آيت نوري والبقية، وهو الأمر الذي سيمنح نفساً جديداً للخضر. ثالثاً، تعطش اللاعبين لتحقيق اللقب. بعد الإخفاقات المتتالية في كان 2022 وتصفيات مونديال 2022، سيكون اللاعبين متعطشين لتحقيق اللقب. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.